السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، معانا النهاردة إن شاء الله أول درس في الوحدة الثانية، وهو بيتكلم على المتباينات. يعني إيه متباينة وإيه الفرق ما بين المتباينة والمعادلة؟ ده اللي هندرسه في الدرس بتاع النهاردة أو الفيديو بتاع النهاردة. هسيب لك لينك قائمة التشغيل فوق على الشاشة، فيها كل الفيديوهات اللي نزلت بالنسبة لأولى إعدادي، وكمان اللي لسه هينزل برضو هيبقى موجود على قائمة التشغيل دي. أي حاجة تخص أولى إعدادي هتبقى موجودة على قائمة التشغيل دي، وهسيب لك لينك جروب التليجرام في الديسكريبشن أو تحت الفيديو، تقدر إن أنت تتواصل معانا وتنضم لينا، بنتكلم فيه مع بعض. بنفتح الجروب في أوقات معينة بحيث إن أنا استقبل رسايلكم أو أسئلتكم في أي حاجة أنتم محتاجين تسألوا فيها. تمام. النهارده بقى هنتكلم على المتباينه، ويعني ايه متباينه وايه الفرق ما بين المتباينه والمعادله. تمام. قال لي المتباينه دي انت بتقارن ما بين حاجتين، لا اما الحاجه دي اكبر من او بتساوي، لا اما اصغر من او تساوي، لا اما اكبر من لا اما اصغر من. يعني ايه يا مس؟ يعني انا مثلا اجي اقول لك انا على الاقل وزني كده اكتر من او يساوي 30، اكتر من ال 30، يبقى انا الوزن بتاعي هفترض ان هو س، يبقى السين دي اللي هي الوزن بتاعي اكبر من ال 30. تمام. او ما بيقلش عن 30، لا يقل عن 30، معناها ان هي اكبر من او ممكن تساوي 30. يعني هي لا اما 30 لا اما اكبر من ايه؟ من 30. ده معنى المتباينات. لكن المعادلات انا عارفه وزني بالظبط قد ايه، اجي اقول لك ده انا وزني 50 كيلو مثلا، يبقى دي معناها ان انا الوزن اللي هي السين قيمته ب50، يعني بيساوي 50. لكن اجي اقول لك انا على الاقل مثلا وزني 30، يبقى 30 او اكتر من ايه؟ من 30. تمام. فده معنى المتباينات اللي هو الدرس بتاع النهارده، وازاي بنحل المتباينه وازاي نقدر نجيب مجموعه الحل. فيلا بينا واحده واحده كده. بيقول لي لتحصل على الخصم يجب بيقول لي عبر عن المواقف الاتيه بمتباينه مناسبه، يعني عايز نكتب المتباينه. بقول لي علشان تحصل على الخصم يجب ان يزيد عدد مشترياتك، يجب ان تزيد مشترياتك عن 500 جنيه. انا هفترض ان المشتريات دي اكس، تزيد عن يعني اكبر من 500. تمام. يبقى دي المتباينه بتاعتي، مشترياتي هتزيد عن ال 500، لازم علشان اخد الخصم مشترياتي تكون اكتر من 500، يبقى الاكس اكبر من 500. مطلوب محاسب لا تقل خبرته عن 3 سنين، يعني لا اما 3 سنين لا اما اكتر من 3 سنين، بس ما ينفعش تقل عن 3 سنين. يبقى الاكس اقل من او تساوي 3، يبقى الاكس اقل من او تساوي 3. تمام. طيب بعد كده بقول لي يجب الا تزيد كتلة حقيبة السفر عن 7 كيلو جرام. ما ينفعش ان هي كتلة الحقيبة بتاعت السفر او كتلة شنطة السفر ما ينفعش تزيد عن 7 كيلو جرام علشان تقدر ان انت تحطها داخل كابينة الطيارة. لا تزيد يبقى الاكس اقل من او تساوي السبعة، اقل من او تساوي ايه؟ السبعة. تمام. سوري، دي كانت اكبر من او تساوي، عشان بس ايه، ثواني. خلينا هنا. بقول لي مطلوب محاسب لا تقل خبرته عن 3 سنين، خبرته ما تقلش عن 3 سنين، يبقى الاكس اكبر من او يساوي 3 سنين، لا اما 3 سنين لا اما اكتر. لكن هنا بقول لي يجب الا تزيد يعني ما تزيدش، يعني لا اما 7 كيلو لا اما اقل من 7 كيلو. تمام. يشترط ان يزيد طولك عن 110 سنتيمتر لتلعب احدى الالعاب بالملاهي. لازم يكون طولك اكتر من 110، يبقى الاكس اكبر من 110. تمام. السرعة القصوى لسيارتك 80 كيلو جرام. اكتر سرعة في السيارة عندك 80، يبقى انت عندك سرعة السيارة دي اللي هي اكس لا اما 80 لا اما اقل من 80، يبقى اقل من او يساوي ال 80. يشترط ان يكون عمرك 12 سنة على الاقل لتستخدم التليفون، لا اما 12 لا اما اكتر من 12. على الاقل دي معناها لا اما 12 لا اما اكتر من 12، يبقى الاكس اكبر من او يساوي ال 12. بيقول لي ايه؟ يشترط الا يقل عمرك عن 18 سنة لاستخراج رخصة قيادة. عمرك ما ينفعش يبقى اقل من 18 علشان تقدر تجيب او تطلع رخصة قيادة، يبقى الاكس اكبر من او يساوي ال 18. تتسع القاعة لعدد 120 شخص، يعني القاعة اللي انا هروحها هيبقى فيها 120 شخص، بتاخد 120 شخص بس،
يبقى لا اما 120 لا اما اقل من 120، يبقى الاكس اقل من او يساوي ال 120. بقول لي اذا طرح 2 من 3 امثال عدد، انا عندي 3 امثال عدد اللي هو 3 اكس، 3 امثال عدد معناها 3 اكس، هنطرح منه 2، طرح 2 من 3 امثال عدد، كان الناتج اكبر من السبع، الناتج اللي هنا يطلع اكبر من السبع. تمام. بعد كده بيقول لي اوجد مجموعه الحل في كل من المتباينات الآتية. ركز كده معايا، بقول لي اوجد مجموعة حل كل من المتباينات الآتية إذا كانت مجموعة التعويض اللي عندي هنا مجموعة التعويض n اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية. إيه هي مجموعة الأعداد الطبيعية؟ بتبتدي من 0 1 2 3 إلى ما لا نهاية، وعايزة أجيب مجموعة الحل. ركز بقى معايا واحدة واحدة كده عشان تعرف تجيب. أول حاجة قال لي إن x ناقص 4 اقل من الواحد، كاني بحل معادله عاديه خالص. كاني بعمل ايه؟ كاني بحل معادله عاديه خالص. يعني هعمل ايه يا مس؟ هحل كاني بحل معادله عاديه. هنا هودي الجمع والطرح اللي هنا بعكس الاشاره، يبقى الاكس بتاعتي اقل من، يعني الاكس بتاعتي هنا هودي الاربعه بعكس الاشاره، يبقى الاكس اقل من 1 زائد 4، يبقى الاكس اقل من 1 زائد 4 كام؟ 5، يبقى الاكس اقل من ال5. ايه الاعداد اللي اقل من ال5 في مجموعه الاعداد الطبيعيه؟ اقل من ال5 يبقى 0 1 2 3 4، يبقى انا عندي مجموعه الحل هنا هي 0 1 2 3 4 بس كده. دي مجموعه الحل بتاعتي. ليه؟ لان هو قايل لي في مجموعه الاعداد الطبيعيه، في مجموعه الاعداد الطبيعيه، يبقى 0 1 2 3 4 دي مجموعه الحل بتاعتي. تمام. طيب لو خدنا مثلا تاني مسألة، هو بيقول لي إن 2x ناقص 5 أكبر من أو يساوي 7، 2x ناقص 5 أكبر من أو يساوي 7. هقول له إن 2x أكبر من أو تساوي 7 زائد 5، هودي الخمسة بعكس الإشارة، هودي الخمسة بعكس الإشارة، يبقى 2x أكبر من أو تساوي 7 و5 12. تمام. نقسم على الكام؟ نقسم على الاتنين يا مس علشان نجيب قيمة الاكس. يبقى انا عندي لما اقسم على الاتنين دي هتطير 12 على الاتنين فيها 6، يبقى انا عندي مجموعة الحل هنا ان الاكس اكبر من او تساوي 6. يعني انا معايا ال6 ولا مش معايا؟ معايا ال6 هي اكبر من او تساوي 6، يعني 6 7 8 9 10 11 12 13 الى ما لا نهاية. تمام. يبقى هنا مجموعة الحل هقول له تبتدي من 6 و7 و8 و9 و10 الى ما لا نهايه. تمام. اللي تحتها زيها. تعالوا نحل واحده في مجموعه الاعداد الصحيحه كده ونشوف. بقول لي هنا ان هاخد مثلا تاني واحده 2x زائد 5 اقل من او يساوي 11، اقل من او يساوي 11. احلها برده معادله عاديه خالص، متباينه عاديه خالص. هقول له الخمسة هنا هتروح بعكس الإشارة، يبقى 2x أقل من أو يساوي 11 ناقص 5، 11 ناقص 5 كام؟ 6، يبقى 2x أقل من أو يساوي الست. نقسم على الاتنين يبقى الإكس أقل من أو يساوي التلاتة. يبقى مجموعة الحل هنا في مجموعة الأعداد الصحيحة 3، لأن هي أقل من أو تساوي، يبقى هاخد التلاتة 3 2 1 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 الى سالب ما لا نهايه. يبقى مجموعه الحل بتاعتي هنا ان هي 3 2 1 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3 الى سالب ما لا نهايه. تمام. لو جينا هنا في مجموعة الأعداد النسبية، مجموعة الأعداد النسبية هي اللي بتختلف، مش هنكتبها أرقام، لأن الأعداد النسبية عندي ممكن تبقى أعداد صحيحة، ممكن تبقى أعداد كسور، ممكن تبقى كسور، ممكن تبقى أعداد عشرية، أيا كان. فأنا مش هعرف أجيب كل الأعداد العشرية مثلا اللي ما بين رقمين، مش هعرف أجيب كل الكسور اللي عندي، فبنكتبها بصورة مختلفة. إيه هي؟ ركز كده معايا. لو أنا خدت المسألة رقم، خلينا مثلا ناخد المسألة رقم 9، بلاش 2 6 لأن 6 نحلها زيها. 9 هو بيقول لي إن سالب 19 أكبر من x زائد 4. تمام؟ طيب هعمل إيه؟ هودي الأربعة بعكس الإشارة اللي مع الإكس، فهتبقى سالب 4 ناقص 19 أكبر من الإكس. سالب 4 ناقص 19 بسالب
23 اكبر من الاكس، دي معناها سالب 23 اكبر من الاكس، دي معناها ان الاكس اقل من سالب 23. الاكس اقل من سالب 23، يعني دي هي دي. تمام. طب لما اجي اكتب مجموعه الحل يا مس، هكتب مجموعه الحل ازاي؟ هقول له نعمل قوس مجموعه اكس حيث نقطتين فوق بعض، دي معناها حيث الاكس دي تنتمي لمجموعه الاعداد النسبيه اللي هي الكيو، والاكس اقل من سالب 23، والاكس اقل من سالب 23، يبقى دي مجموعه الحل اللي عندي. لو قال لي في الاعداد النسبيه، ليه في الاعداد النسبيه بنكتبها كده؟ لان الاعداد النسبيه دي عندي اعداد كسور وارقام عشريه واعداد صحيحه ونسب مئويه والكلام ده كله، لذلك انا مش هقدر احدد كل اللي موجود، فبكتبها في الصوره دي علشان ده معناه ان انا خدت كل الاعداد اللي اقل من السالب 23، سواء اعداد كسريه سواء اعداد عشريه، سواء كسور، سواء نسب مئويه، سواء اعداد صحيحه، وهكذا. تمام. طيب تعالوا بقى بعد كده بيقول لي اوجد مجموعه الحل في ان. هنكبر بس المسائل شويه، يعني ناخد مسائل انا ما حليتهاش، يعني انا حليت نفس دي بس ما حليتش نفس دي، هناخد دي وهناخد دي وهناخد دي وخلاص، هتبقى هي. ركزوا كده معايا، المسألة رقم 2 هنا بيقول لي سالب 2 اكس أقل من أو يساوي 0. سالب 2 اكس أقل من أو يساوي 0. بصوا يا جماعة، أنت هنا لو قسمت على عدد سالب أو ضربت في عدد سالب بتغير علامة التباين. يعني إيه يا مس؟ يعني أنا مثلا عندي هنا في المسألة هي سالب 2 اكس اقل من او تساوي 0. المفروض يا مس عشان احل المتباينه هنا هقسم على سالب 2 للطرفين. اقول لك صح، فهتقول لي ان الاكس اقل من او يساوي 0. 0 على اي حاجه بصفر. اقول لك لا، اكبر من او تساوي. ليه اكبر من او تساوي يا مس؟ لان انا قسمت على عدد سالب. لان انا عملت ايه؟ قسمت على عدد سالب. ما دام قسمت على عدد سالب يبقى انت عندك تغير علامه التباين، لو هي اصغر تبقى اكبر، لو هي اكبر تبقى اصغر. تمام، بس كده. طيب هو عايزها فين؟ في ان، في مجموعه الاعداد الطبيعيه. ايه اللي اكبر من او يساوي الصفر؟ يا مس عندي كل الاعداد الطبيعيه اكبر من او تساوي الصفر. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 الى ما لا نهايه. تمام. فهنا مجموعه الحل بتاعتي هيبقى 0 1 2 3 4 الى ما لا نهايه، دي مجموعه الحل بتاعتي. تمام. طيب يا مس لو انت خدت المساله رقم 5 حلها لي كده، ركز كده معايا. المسألة رقم 5 بقول لي ان هي عبارة عن تلت اكس زائد 3 اقل من او يساوي 1. تلت اكس زائد 3 اقل من او يساوي 1. هعمل ايه؟ هتخلص من الجمع والطرح الاول، اودي دي بعكس الاشارة، فهيبقى تلت اكس اقل من او يساوي 1 ناقص 3. يبقى تلت اكس اقل من او يساوي 1 ناقص 3 بسالب 2. هعمل ايه؟ هضرب هنا في 3 واضرب هنا في ايه؟ في 3. ليه يا مس هتضربي هنا في 3 وتضربي هنا في 3؟ لان انا لازم اتخلص من الكسر. هي ممكن معناها ان انا اقسم على تلت، بس بدل ما اقول لك هقسم على تلت واخلي الدنيا كده مش لذيذه او الدنيا مكلكعه، قلت لك لا، هضرب في 3 علشان ال3 في تلت بيطيروا. تمام، ال3 في تلت بواحد، فهنا دول هيطيروا مع بعض، هيتبقى لي اكس اقل من او تساوي سالب 2 في 3 بسالب 6. طب يا مس هل انا عندي سالب 6 في مجموعه الاعداد الطبيعيه؟ لا. طب ايه اللي اقل من او يساوي ال6؟ اللي اقل من او يساوي ال6 السالب 7 سالب 6 سالب 7 سالب 8 سالب 9 سالب 10 سالب 11 الى سالب ما لا نهايه. طب هل انا عندي في الاعداد الطبيعيه الاعداد السالبه؟ يعني الاعداد السالبه دي موجوده في الاعداد الطبيعيه؟ لا. اقول لك لا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك ما تعملش حاجه. الاعداد اللي طلعت عندك طلعت ما بتنتميش لمجموعه الاعداد الطبيعيه، يبقى مجموعه الحل فاي. يبقى مجموعه الحل ايه؟ فاي. يبقى انا عندي هنا مجموعه الحل في ان فاي، في ان فين؟ في مجموعه الاعداد الطبيعيه. تمام، هي ايه؟ هي فاي. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ ركز كده معايا. تعال نشوف مسألة تانية.
بيقول لي ايه بقى؟ خلونا ناخد مثلا المسألة، احنا قلنا خلاص هي خلونا ناخد مثلا المسألة رقم 5، بس هنا قايل لي في مجموعة الأعداد الصحيحة، في مجموعة الأعداد ايه؟ الصحيحة اللي هي زد. تمام؟ فخلينا ناخد المسألة رقم 5. بقول لي 2 في 3 ناقص 2 اكس أقل من الأربعة. أقل من ايه؟ الأربعة. تعالى بقى نشوف مجموعة الحل اللي عندي هنا. قال لي أول حاجة دي لها طريقين، لا إما أقسم الطرفين على 2 واتخلص من الاتنين دي، لا إما أوزع الاتنين. فأنا هوزع الاتنين علشان أحيانا ما بتقبلش الاسم، فأنا هديك الطريقة اللي أنت هتحلي بيها كل المسائل. طيب هوزع الاتنين. 2 في 3 ب6، 2 في -2 بسالب 4 اكس اقل من الاربعة. يبقى انا عملت ايه؟ وزعت الاتنين على القوس. وزعت الاتنين على ايه؟ على القوس. هقول لك هنا هيتبقى لي سالب 4 اكس اقل من 4، ودي هتروح بعكس الاشاره. الستة اشارتها موجب وليس سالب. الستة اشارتها ايه؟ موجبه وليست سالب. يبقى 4 ناقص 6، ودي سالب 4 اكس زي ما هي. يبقى سالب 4 اكس اقل من 4 ناقص 6 بسالب 2. 4 ناقص 6 بسالب ايه؟ 2. حلو قوي. نقسم على سالب 4 ونقسم هنا على سالب 4. يا مس انت قلتي القسم على السالب او الضرب في سالب بنغير التباين، يعني هي بدل ما هتبقى اقل من، لا هتبقى اكبر من نص. ايه اللي اكبر من نص في مجموعة الاعداد الصحيحة؟ اللي اكبر من النص 1 2 3 4 5 6 الى ما لا نهاية. ليه؟ لان هو قايل لي في مجموعة الاعداد الصحيحة. يبقى اللي اكبر من النص مجموعة الحل عندي هنا 1 2 3 4 الى ما لا نهاية. بس كده. تمام؟ طيب يا مس حللنا واحدة كمان علشان نبقى فاهمين. حللكم مثلا المسألة رقم، ماشي خلونا ناخد المسألة رقم 8. ركزوا كده معايا. المسألة رقم 8 عندي بتقول ايه؟ بقول لك ايه بقى؟ بقول لك ان 5 في اكس ناقص 4 زائد 1 اقل من سالب 4. حل يا مس. احل ازاي؟ قلت لك احل عادي خالص. هوزع الرقم اللي مضروب في القوس ده، هوزعه وبعد كده اشوف ايه اللي هيطلع عندي. وزعي لي كده يا مس. هقول لك هضرب الخمسة هنا وهنا، يبقى 5 في اكس ب5 اكس سالب في موجب بسالب، و5 في 4 ب20 زائد الواحد ده زي ما هو اقل من سالب 4. طب سالب 20 زائد 1 بسالب 19. شرط الكبير ونطرح سالب 20 زائد 1، شرط الكبير السالب ونطرح 20 ناقص 1 19. يبقى 5 اكس ناقص 19 اقل من سالب 4. يبقى 5 اكس اقل من سالب 4 زائد 19. يبقى 5 اكس اقل من سالب 4 زائد 19، اشارة الكبير موجب ونطرح هيديني 15. بعد كده بنعمل ايه؟ بنقسم على الخمسة. بنقسم على ايه؟ على الخمسة. ركز كده معايا انت صغير يا حاج. هنقسم على الخمسة هنا وهنا، فلما نقسم على الخمسة هيتبقى لي اكس بس اقل من 15 على الخمسة فهت كام؟ فهت 3. ايه اللي اقل من التلاتة في مجموعة الاعداد في مجموعة الاعداد الصحيحة؟ اللي اقل من التلاتة الاتنين والواحد والصفر، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 الى سالب ما لا نهاية. صح ولا انا غلطانه؟ صح. يبقى مجموعه الحل بتاعتي اقل من التلاتة اللي هي الاتنين 1 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، وبنكتبها في قوس مجموعه زي الباقيين كده. تمام. تعالوا بقى نشوف حاجه في مجموعه الاعداد. هنا برضو قايل لي في مجموعه الاعداد الصحيحه. انا هاخد بقى حاجه في مجموعه الاعداد النسبيه اللي هي السؤال رقم 6 مثلا. ممكن اخد السؤال رقم 3 والسؤال رقم 5 و2 و6. احل لكم شويه بس ايه في مجموعه الاعداد النسبيه. هنا بقول لي ان 8 ناقص 2 اكس اقل من او يساوي 5 اكس. ركز كده معايا. هركز يا مس. انت لما كنت بتيجي تحل متباينات كان بيديك ان انت عندك
الاكسات في طرف لوحدها والارقام في طرف لوحدها، صح؟ فهو ده اللي انا هعمله، هخلي الاكسات كلها في طرف لوحدها واخلي الارقام في طرف لوحدها. بمعنى ايه يا مس؟ انا عندي هنا سالب 2 اكس وهنا 5 اكس، هاخد سالب 2 اكس دي واوديها بعكس الاشاره لل5 اكس، واعمل ايه؟ واوديها بعكس الاشاره لل5 اكس، فهيبقى 8 اقل من او يساوي 5 اكس زائد 2 اكس. يبقى التمانية أقل من أو يساوي 5 إكس زائد 2 إكس ب7 إكس. حلو؟ حلو. بعد كده هعمل إيه؟ هقسم على 7. هقسم على إيه؟ على 7. يبقى أنا عندي الإكس هنا أهي، ال7 دي هتتكنسل مع ال7 دي، الإكس أكبر من أو تساوي 8 على 7. سواء كتبتها كده هي دي، الإكس أكبر من أو تساوي 8 على 7. وانا بتكلم في مجموعة الاعداد النسبية، مادام في مجموعة الاعداد النسبية يبقى اقول له مجموعة الحل بتاعتي عبارة عن اكس، حيث ان اكس دي بتنتمي لمجموعة الاعداد النسبية، و اكس اكبر من او تساوي 8 على 7، والاكس اكبر من او تساوي 8 على ايه؟ على 7. تمام؟ حلو قوي يا مس سهل. تعالوا ناخد مثلا المسألة اللي بعدها، بيقول لي ان 3 اللي هي تحتها 3 في اكس ناقص 7 اكبر من او تساوي 7 في اكس ناقص 3. هقول لك انت عندك اقواس، يبقى لازم نفك الاقواس ونبسط المتباين. نعمل ايه؟ نوزع ال3 على القوس هنا ونوزع ال7 على القوس هنا. 3 في اكس ب3 اكس، سالب في موجب بسالب، و3 في 7 ب21 أكبر من أو تساوي 7 في إكس ب7 إكس، 7 في سالب 3 بسالب 21. بصوا ركزوا معايا كويس، انت عندك هنا سالب 21 وهنا في الطرف التاني من المتباينة برضو سالب 21. لو وديت واحدة بعكس الإشارة هتبقى واحدة بالسالب وواحدة بالموجب، واحدة بالسالب وواحدة بإيه؟ بالموجب، فهيطيروا بعض. يبقى أنا عندي دي هتطير دي، فهيتبقى لك إن 3 إكس أكبر من أو تساوي 7 إكس. حلو. هودي 3 إكس بعكس الإشارة، لما وديها بعكس الإشارة هيتبقى لي هنا حاجة في الطرف ده؟ لا، مش هيتبقى لي حاجة في الطرف ده، يبقى الصفر أكبر من أو يساوي 7 إكس ناقص 3 إكس. 7 إكس ناقص 3 إكس ب4 إكس أقل من أو تساوي الصفر. نقسم على الكام يا مس؟ نقسم على 4 عشان نجيب قيمة الإكس. يبقى الصفر أكبر من أو يساوي الإكس، أو معناها إن الإكس أقل من أو تساوي الصفر. هي لو أنت بدلت الطرفين عكس التبادل. تمام؟ فدي معناها الإكس أقل من أو تساوي الصفر. طب أنا بقول لك هاتها لي فين؟ هتقولي انت قايلها هاتلي في مجموعة الأعداد النسبية، يبقى هي اكس، بحيث ان الاكس دي بتنتمي لمجموعة الأعداد النسبية والاكس أقل من أو يساوي الصفر. تمام؟ حلو أوي. تعالوا مثلا ناخد المسألة رقم 6 دي كده، بيقول لي ايه؟ ماشي، هنمسح بس. بيقول لي ايه بقى في المسألة رقم 6؟ 2 ناقص 3 في اكس ناقص 5 اكبر من او تساوي اكس زائد 7. هقول لك طيب يا مس هعمل ايه؟ حد هيقول لي يا مس هنوزع السالب 3 دي على القوس. هقول لك صح، الاتنين تنزل زي ما هي. سالب 3 في اكس بسالب 3 اكس، سالب 3 في سالب 5 سالب السالب موجب، و3 في 5 ب15 أكبر من أو يساوي الطرف التاني اللي هو إكس زائد 7. يا مس 2 دي إشارتها موجب، مش اللي بعدها، إشارتها اللي قبلها هي موجب. 2 زائد 15 ب17، يبقى سالب 3 إكس زائد 17 أكبر من أو يساوي إكس زائد 7. هودي الإكس دي بعكس الإشارة هنا، وأودي ال17 دي بعكس الإشارة هنا. يعني ايه؟ سالب 3 اكس تنزل زي ما هي، لان انا مش هغير مكانها، انا هغير مكان الاكس، فهتبقى ناقص اكس، فهتبقى ناقص ايه؟ اكس اكبر من او تساوي.
17 7 زي ما هي، السبعة تنزل زي ما هي، انا مش هغير مكان. هغير مكان ال17 هي بالموجب تبقى سالب اهو. يبقى اللي بتغير مكان هو اللي بتغير اشارته، اللي يتغير مكان هو اللي يتغير ايه؟ اشارته. تمام. سالب 3 اكس ناقص اكس دي معناها سالب 4 اكس، الاشارتين زي بعض نحط الاشاره ونجمع. 7 ناقص 17 بسالب 10، 7 ناقص 17 بكام؟ بسالب 10. نقسم على سالب 4 عشان نجيب قيمة الاكس، فهيبقى الاكس اقل من او يساوي. عملتها اقل من او يساوي ليه وهي اكبر من او تساوي؟ لان انا عندي اكبر من او تساوي انا قسمت على السالب فتبقى اقل من او تساوي 10 على 4. تمام. لو حبيت تختصر هتبقى 5 على 2. يبقى الاكس اقل من او تساوي 5 على 2. نجيب مجموعة الحل ازاي؟ نقول له ان انا عايزاها في مجموعة الاعداد النسبية، يبقى اقول له انا عندي الاكس، بس الاكس دي بتنتمي لمجموعة الاعداد النسبية، والاكس دي اقل من او تساوي 5 على 2. كل اللي اقل من او يساوي 5 على 2 في مجموعة الاعداد النسبية، في مجموعة الاعداد ايه؟ النسبية. دي تطبيقات حياتية، وهنا دي اللي هي اختر الإجابة الصحيحة. الحاجات دي سهلة جدا، الدرس لذيذ جدا جدا وسهل جدا، فحلوا على الدرس كويس. أنا يعتبر حليت معظم الأفكار، أو أنا حليت كل الأفكار بتاعة الدرس دلوقتي. بالنسبة للمتباينات حلوا على الدرس كويس، ولو في أي حاجة اسألونا على جروب التليجرام اللي أنا هسيبه لكم تحت الفيديو. تمام. كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.